يقول قال المتعة والله أفضل وبها نزل الكتاب وجرت السنة حديث. ولا تقربوا الزنا. نفس الإمام الصادق يشجع على المتعة. اجى لي واحد قال لي أنا ما عندي فلوس أتمتع، فالإمام طلع دينار قال اتمتع. نفس الإمام الصادق. هاي الرواية عنه. عن أبي بصير قال دخلت على أبي عبد الله عند الإمام الصادق عليه السلام فقال لي يا أبا محمد تمتعت منذ خرجت من أهلك؟ هذا هم متزوج همات طالع من أهله رايح يعني فد مكان. قال لا. قلت لا ما تمتعت. قال ولمن؟ قلت ما معي من النفقة يقصر عن ذلك، يعني الفلوس اللي عندي على قولتنا ما تيزي، واضح؟ الفلوس اللي عندي لا تكفي. قال فأمر لي بدينار. الإمام الصادق أمر يعطوه دينار هذا الرجل، فأمر لي بدينار قال أقسمت عليك إن صرت إلى منزلك حتى تفعل. قبل لا تروح بيتك تمتع بالدينار. شنو الإشكال؟ اكو واحد عنده نساء، عنده نساء 2 3، مع ذلك الإمام الصادق يقول بعد تمتع. يقول للإمام أنا عندي خوف نسوان، قال له مع ذلك ما أحب أن تخرج من هذه الدنيا حتى تتمتع. بني رواية عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال لي أبو عبد الله عليه السلام تمتعت منذ خرجت من أهلي؟ قلت لكثرة ما معي من الطروقة أغناني الله تعالى. لكثرة ما معي من الطروقة أغناني الله عنها. ايش معنات الطروقة؟ يعني أنا عندي نسوان أطرقهم أجامعهم، يعني الله أغناني. قال وإن كنت مستغنيا فإني أحب أن تحيي سنة رسول الله. صل على محمد وآل محمد. هذه مولاي الجليل روايات وردت في ثواب المتعة. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. يعني هذا الكتاب هو يدل على أنه ذو العملاء. نعم. وربما يكون لهم الحق مجيد أو تقي يكونون عملاء وأمثالهم، يعني محرومين. نعم. أمهم الزوجة سرا. نعم. ماديا محرومين. الفرق شاسع بين عمر أمهم وبين عمر أبوي. نعم. يعني قلت لك أبوي بس فقه أصول ما يدري أنه هاي المرأة إذا تركت ما منتبه شي يصير فيها يجوز لا سمح الله. وأنا ما أحكي عليها شيء، بس أقول أنه صدر منها بعض القضايا التي كشفت وسفرها أبي. صدر منها بعض القضايا التي كشفت وسفرها أبي. سفرها بال 1963 64 إلى إيران، طردها إلى الأبد هي وأولادها. وشاهد المرجع الشيعي أبو القاسم الخوئي زعيم الحوزة العلمية في النجف وهو يدخن السيجار. العالم الشيعي الشيخ
علي الكوراني يصرح بأن الملكة إليزابيث من آل البيت. لما نصلي بصلاتنا على مين نصلي بصلاتنا؟ شيخ عثمان على من يصلي بصلاته؟ على أهل البيت. كل بني هاشم 20 مليون، فيهم 5 عوائل بلبنان نصارى، تقرنهم بنبيك محمد وآل محمد، هؤلاء بتصلي عليهم في صلاتك؟ بل تشمل صلاتك الملكة إليزابيث أيضا. ليش؟ لأنه من ذرية النبي، أمها زوجة الدكتور هنري الثامن من الأدارسة، منكم يا سيد. فإذا هي تنتمي لبني هاشم أيضا. فإذا كل ذرية بني هاشم أنا بصلي عليهم في صلاتي، معناه أني لا أقرن برسول الله أنواع الناس أبدا. نحن أهل البيت وآل محمد بصلاتنا مصطلح مخصوص بهؤلاء اللي حددهم النبي صلى الله عليه وآله، وعندنا مصطلح يقول كذلك أن الملكة تنتمي إلى بني هاشم، لها جدة ثامنة من أدارسة. هذه لا رد عندي عليها حقيقة. المرجع الشيعي عبد الرسول الأحقاقي وحكاية الشيوعيين الذين يؤمنون بسيدنا علي رضي الله تعالى عنه ولا يؤمنون بالله تعالى. كان من أعظم وزراء إيران ساعد مراغعي، هو رجل كبير سياسي عالم فاضل معرخ، وكان من النواب الذين يدورون في العالم في الممالك. قال دخلت موسكو في عصر الشيوعية، في ذلك العصر موسكو وأهله حتى يرفضون الله ما يعرفون الله أبدا. يوم من الأيام أدخلوني في متحف نحن نسمى موزة، يخلون أشياء عتيق عجيب لقيمة. دخلت في الحجرات، في هذا الحجرة ذاك الحجرة، في كل حجرة في كل محل، كان عجائب فعجائب، إلى أن دخلنا إلى أعلى حجرة كان في هذا المكتب، في هذا المكتب. فإذا رأيت بصورة مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه، صورة كبيرة مخلينا في رأس المجلس. قلت أنتم من أين عرفتم علي بن أبي طالب؟ أمير المؤمنين هو إمامنا، أنتم لا تعرفون الله ولا تسلمون للرسول، من وين هذا سورة أمير المؤمنين؟ قالوا هذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه. اسمعوا بحلاوة الكلام، نفتخر بإمامنا سلام الله عليه. قال يا هذا علي بن أبي طالب أمير المؤمنين مو لكم للمسلمين، هذا لجميع العالم. هسه ما عندنا شغل. عمي راح صار نصراني، واخوة سيد جعفر بن عشير راح صار نصراني، وابن عمي يشتغل بالملهى، وبنت عمي تشرب ويسكي. عرفت؟ هاي ما لنا شغل بيها. خو ما حكيت على اخرين، دا احكي على قرايبي. ها؟ اي. وعمي الاخ بتزوج وحده متزوجه شو اسمه؟ اي خلص. احكي. واستمع للعلامة الشيعي عبد الحميد المهاجر وهو يخدع الناس بالحسينيات بقصة أنه في الجنة تقام تمثيلية سنوية لمقتل الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه وبأمر منه. عندنا واحد في كربلاء كان كل يوم عاشوراء رحمة الله على روحه يمثل الشمر بن ذي الجوشن، هو يمثل الشمر. يقولون له رجل من الأولياء ما يترك صلاة الليل. يقولون لماذا لا تمثل أحد أهل البيت؟ قال لا، ثوابي أكثر إذا أمثل الشمر، لأن الناس يسبوني يشتموني
قسم يضربوني بالحجارة، فثواب